السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو الاخير بتاعنا انا كنت قلت لكم هحكي لكم على قصة وتدعوا لي. الحمد لله ربنا كرمني في الجنسية، هو ده كان الموضوع. انا عانيت قوي والله يا جماعة، قعدت سنة بحالها. انتوا متخيلين الرهبة؟ متخيلين اصلا ان انتوا تقدموا الحاجة داخل ثانوية عامة؟ عارفين امتحانات الثانوية العامة؟ اروح الشغل، اجي بالليل، اتنيني لحد تاني يوم الصبح اقعد اذاكر واحفظ. والحمد لله يعني كان هما 100 سؤال حفظتهم كلهم، الابليكيشن حفظته، ال50 سؤال التانيين حفظتهم. اروح امتحن، الميعاد جالي، رحت عملت البصمات، مفروض الميعاد التاني رحت امتحنت، سألتني 6 اسئلة جاوبت، سألتني في كل حاجة جاوبت عليها. قالت لي على المفروض بنكتب، بيمتحنوني كتابة كتبت صح، بيمتحنوني اقرا الحاجات قرأتها كلها صح، كله تمام تمام تمام. وفجأة الاوفيسر قدامي، مفروض بقى انا مستنيه كونجراتيوليشن، اللي هو مفروض يقولوا لي مبروك خلاص الموضوع انتهى. افوجئ الاقيها بتقول لي انت هتيجي تاني. بقول لها ليه؟ قالت لي هبعت لك جواب اعرفك ليه. استنى اسبوع في التاني، شهر في التاني، لقيتهم بعتلي جواب. يعني انتوا متخيلين اصلا الرهبة؟ متخيلين ان انتوا داخلين ثانوية عامة بالظبط؟ الرهبة الجنسية، رهبة ثانوية عامة. اتفاجأ الجواب جاي لي بعدها بحوالي شهر او شهر ونص كده، مش متذكرة بالظبط، ان انا ناجحة اسئلة، ناجحة قراية، ناجحة كتابة، نجحت في كله. بعيد لي امتحان ليه؟ بعيد لي امتحان عشان انا ما كملتش ال5 سنين. المفروض انا بامتحن الجنسية بعد 5 سنين. فانا فعلا كان بقالي 5 سنين، بس انا كنت متخيل يعني كان فاضل لي على ال5 سنين شهر او 2، كان فاضل لي بتاع شهرين او 45 يوم، وهكمل المدة القانونية بالظبط اللي هي بتاعت ال5 سنين، ان انا اقدر اقدم فيها للجنسية. انا فوجئت قالوا لي لا انت ما كملتيش، بس انا مقدمة الابليكيشن على اساس جوزي الله يرحمه كان هو سيتيزن، كان معاه الجنسية. ومفروض هنا اللي بيبقى جوزها سيتيزن مفروض بتقدم بعد 3 سنين. فانا مش متخيلة، فانا معرفش ان هنا اللي بيموت او بيتوفى كده خلاص ما فيش حاجة، يعني ما الواحد ما يقدرش يعمل حاجة. فانا بقول لهم، قالوا لي لا لازما انتي حالتك تكملي ال5 سنين هنا في البلد. تمام، بس انا نجحت، انا اجتزت كله عشان السبب ده. قالوا لي ايوه وايه، ولازم تقدمي من اول وجديد. وعشان اقدم من اول وجديد دلوقتي الجنسية بقت مصاريفها عالية، فمبلغ وقدره. رحت لكذا محامي، قالوا لي برضو لازما ايه اقدم من اول وجديد. جيت برضو رحت حتى في محامية هنا بيشكروا فيها جنبنا في واشنطن. حتى اليوم ده انا رحت من كتر الذهول اللي انا فيه، ومن كتر اللي انا مش عارفة اعمل ايه، عملت حادثة بالعربية. عملت حادثة اليوم ده وعملته في واشنطن، ما كانش عندنا هنا، ساعة بين هنا وهنا. عملت الحادثة ازاي مش عارفة، ايه اللي حصل معرفش. ما جم قالوا لي، صبرت بقى لحد ما كملت ال5 سنين بالظبط. حتى قالوا لي بعدها في كذا يعني ينفع اقدم قبلها مش متذكره الكام يوم بالظبط. بس انا قلت لا، قلت خلاص انا اللي هو ايه قفلت، قلت هستنى بالظبط لما اكمل ال5 سنين وبعدين ايه ربنا يكرمني. وفعلا استنيت لحد ما كملت ال5 سنين. انا كنت متخيله بقى اللي انا هروح هما هيدوني ميعاد تاني. انا فوجئت برضو اللي انا لازم اقدم من اول وجديد وادفع تاني من اول وجديد واعيد القاره اللي انا عملتها تاني. رحت فعلا وقدمت تاني من اول وجديد، ورحت امتحنت، رحت البصمات الاول، وبعد كده رحت الامتحان، وجالي ميعاد الامتحان. حتى الاوفيسر جوه بيسالني بيقول لي انت جيتي المره الاولى ايه اللي حصل؟ فحكيت له، قلت له المره الاولى قالوا لي عشان ما كملتش ال5 سنين. حتى هو استغرب. فابتدى بصراحه هو ما سالنيش اسئله كتير. بعد كده قال لي الحمد لله
مبروك كونجراتيوليشن. من ساعتها انا يعني من الخضه والفرحه ما بقتش عارفه انا اصلا ايه اللي حاصل لي، بس بقيت قعدت فضلت اقول الحمد لله. حتى يعني معروف اللي بيروح بيدوله ميعاد اللي هو يروح يقول القسم اللي هو اللي يحلف وكده. انا اداني الورقه وقال لي استني برضو جواب هيجيلك هتروحي امتى. فانا برضو خفت، قلت طب ما هم كلهم اللي بيروحوا بيكون كاتب لهم التاريخ هيرجعوا امتى تاني، انا ما ادانيش كده ليه؟ فضلت برضو على اعصابي اسبوعين او اسبوعين لحد ما بعتولي الجواب اللي انا مفروض الحمد لله اروح احلف وكده واستلم الشهاده. بس كانت اصعب فتره في حياتي، يعني كل فتره ضغط، سنه ضغط اعصاب، مصاريف كتير، محاميين، المحامي ده حاجات كتير، بس الحمد لله عدت على خير. واللي اكتشفته ان هي رهبه، بس بعد كده حسيت ان هو كان عادي، امتحان زي اي امتحان. بس اللي يعني النصيحه مني لاي حد وهو جاي بيقدم يشوفوا الشروط الاول مكتمله ولا لا. يسأل قبل ما يدفع حاجه. انا دفعت فلوس وغرمت وخدت اللي هو الرهبه والخوف في الاول، ورحت ونجحت وكل حاجه، وفي الاخر ورقي هو اللي ما كانش، انا ما كنتش مستوفيه الشروط كلها، ورجعت تاني قدمت المبلغ تاني وقدره، بس الحمد لله. انا هوريكم برضو يعني المره الاولانيه كانت ازاي والمره التانيه ازاي، وهوريكم برضو الحمد لله لما ربنا كرمني واستلمت الشهاده ورحت الحلفان وكده. بس عايزه اقول لكم محدش يخاف، محدش يتوتر. اللي يجي يدخل يا جماعه في ده بالذات لازم أن يكون واثق من نفسه. عادي، ما يتنشنش، وهم بيحاولوا يسهلوا فعلا على الناس. وفي برضو يعني بيكونوا يعني ايه، بيكونوا كلمه وده عايز حاجه الاجابه على قد السؤال، وفي بيبقى كده بيحسس اللي قدامه الدنيا ما فيهاش حاجه، فهو بيبقى كله على حسب بصراحه الاوفيسر اللي معاه. يعني المره الاولانيه عندي هي سالتني اسئله كل حاجه، يعني ما سابتش زي ما بيقولوا الهفوه، وانا جاوبت، بس الحمد لله ما كانش حصل نصيب. علشان ايه؟ علشان انا ما كملتش ال5 سنين. المره التانية كان فاني قوي، حتى فضل يضحك معايا ويقول لي يا كايرو ومش عارفه ايه وكده، فكنت حاسه اللي هو بسط عليا الدنيا، فالحمد لله. فانا مش عايزه حد يعني يكون متنشن كده وهو رايح، وربنا يكرمكم كلكم يا رب، واللي ما جاش هنا ربنا يكرمه ويجي. وما تنسوش الدعوه لينا بظهر الغيب، وربنا يكرمكم في حياتكم ويكرمنا يا رب. وهي دي يا جماعه كانت القصه والحكايه كلها. هسيبكم بقى دلوقتي واوريكم وانا كنت بستلم الشهاده وبحلف. وانا ما كنتش بحلف، انا بصراحه ما كنتش عارفه هما بيقولوا ايه، انا كنت بس بعمل بحرك بس بقي كده مش اكتر، زي ما هما بيعملوا وخلاص. استنوني بقى اوريكم الفيديو دلوقتي، ومع السلامه مع السلامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا سلوى حكت لكم كل اللي حصل معايا الفترة اللي عدت كلها من أول ما قدمت على الجنسية لحد الحمد لله ما خدتها. دلوقتي احنا موجودين جوه الإيميجريشن أو المكان اللي احنا بناخد منه الشهادة أو شهادة الجنسية الأمريكية بمعنى أصح. دلوقتي سلوى واقفة وبتملى بيانات ومعلومات علشان يسلموها الشهادة بتاعتها علشان تحلف اليمين جوه الإيميجريشن اللي هو تبع السفارة الأمريكية وكده. ده مكان بيخلصوا منه الإجراءات، بيمتحنوا فيه، بيستلموا فيه الشهادة، بيخلص فيه حاجات كتير. طبعا أنا معرفش إيه بالظبط، بس حاجات تبع السفارة وتبع الدنيا دي كلها. دلوقتي هي بتملى البيانات وبتملى الورق. دعوة حلوة من القلب، ندخل ونقول لسلوى مبروك بعد المعاناة اللي عانتها حوالي سنة بتعاني كامتحانات بقى، مذاكرة، بصوا ورق ما بيخلص، دنيا واقفة معايا، بس الحمد لله ربنا أكرمها في الآخر وقدرت إنها تاخدها. الحمد لله الحمد لله، ألف ألف مبروك ليها، وربنا يا رب عقبال كل اللي موجودين.
وياخدوها. هي حلم اي حد هنا، مش عشان ياخد الجنسيه الامريكيه ولا حاجه، لا، حلم اي حد هنا علشان لو فكر في يوم من الايام ينزل بلده يبقى قاعد براحته ويقدر يرجع هنا براحته، لان احنا معانا البطاقه او الجرين الامريكي ده لمده 10 سنين. كل 10 سنين لازم تجدديه، وطبعا بياخد وقت في التجديد، وبنبقى خايفين من اي تغيير او اي حاجه تحصل هنا في الولايه. الامتحان بيبقى عبارة عن 100 سؤال. دي 100 سؤال لازم هم يحفظوهم، غير فيه كمان أسئلة تانية بجد. يعني أنا مش عارفة لما أجي أخد الجنسية أنا أحفظ الأسئلة دي إزاي، لأني أنا الإنجليزي عندي بعافية حبتين، لكن هم بيقولوا لي هتقدري وكده إن أنت تاخديها. فادعوا لي دعوة من حلوة من القلب لما إن شاء الله أتم ال5 سنين أقدر إن أنا أحفظ الأسئلة ديت وأجاوب عليها وأخدها، علشان يبقى راحة ليا. بصوا قاعدين بقى بيتفرجوا، عارفين انتوا حرب 6 اكتوبر او الحاجات اللي احنا كنا بنتفرج عليها زمان تبع الحرب، او تبع الانجازات اللي هي بتبقى موجودة في البلد. هو ده اللي انا على ما اعتقد هم ده اللي بيقعدوا بيتفرجوا عليه. الموسيقى والجو والدنيا دي بيحسسك ان زي 6 اكتوبر والحاجات اللي احنا كنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين وكده. كل الناس اللي قاعده ديت جنسيتها طبعا مختلفه، في المصريين وفي في سوريين، في مغاربه، في يابانيين زي ما انتم شايفين، في صينيين، ناس كتير من جميع دول العالم. بيروحوا يقدموا كل يوم، تلاقوا مئات كده من الناس بيقدموا علشان يقدروا ياخدوا الجنسية الأمريكية، عشان يريحوا نفسهم خالص من حوار إني كل 10 سنين أجري وأقدم إجراءات واستنى يا ترى الجنين يجي النهاردة يجي بكرة يجي بعده، ممكن يقعد سنة و2 كمان. انتي وحظك في الموضوع ده. فالموضوع سهل جدا بالنسبة اللي انا شفته مع سلوى ومع جنات ومع ناس كتير من اصحابي. هي بس الامتحانات ليها رهبة وليها في خوف ورهبة كده بمعنى اصح. دي كده باترينا هم حاطين بقى فيها صور ليهم بتوع الناس بتوع زمان، عارفين ما بتخشوا المتحف وتلاقوا شهادات وتلاقوا بصوا كل حاجه قدامكم ايه. انا مش عارفه بالظبط هم ايه، بس حبيت انا اوصل لكم صوره الاميجريشن او صوره المكان ده من جوه. والحمد لله ان هم قدروا يسمحوا لي ان انا اصور. كنت قايمه وبستاذنهم، قلت هم استحاله ان هم هيوافقوا ان انا اصور في المكان ده، بس بصراحه لقيتها ما في، قالت لي ما فيش اي مشكله صوري عادي. ده كده شخص موجود هناك بيقول لهم زي معلومات او زي تعليمات، ترجموا انتوا بقى هتفهموه دلوقتي. شوفوا. I would like to ask that all applicants and all immigrants who are serving or have served in the United States military to stand and be recognized. We thank you for your service and we are honored to have you here with us today. Now, everyone who is able, please stand. عارفين انتوا تحية العلم لما بتبتدي عندنا في مصر كلهم وقفوا زي ما انتوا شايفين كده، كل واحد حط بقى ايده على صدره عامله شبيهه بالظبط بتحية العلم، بس احنا كنا بنحط ايدينا على دماغنا في مصر. بيبتدوا بقى ان هم طول ما هم واقفين والموسيقى شغاله او تحية العلم بتاعتهم شغاله بمعنى اصح، حاطين ايديهم كده على قلبهم، وبيبتدي بقى الموسيقى هم بيسمعوها في صمت، ولحد الموسيقى كده ما تخلص خلاص بيبتدوا ان هم بيقعدوا، وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. هيبتدي ان هو واحده واحده ينادي يقول المصريين يقوموا يقفوا، لو في سوريين موجودين يقوموا يقفوا، في يابانيين، في صينيين. هيبتدي يشوف يعني يرحب بالناس الموجوده من كل دوله او من كل بلد في الاميجريشن او في المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. جايبين لهم العلم الامريكي زي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشه، مع بقى اغنيه هم بيسمعوها. هو ده كل اللي هم او الاجراءات او الحاجات اللي هم بيعملوها قبل استلام الشهاده الامريكيه من داخل الاميجريشن الامريكي. كده خلاص كل واحد هيرجع مكانه وهيقعد علشان يبتدي يندى على الجنسيات المختلفه. Anyone from Bangladesh? Brazil? Burma? Cameroon?
China, Dominican Republic, Egypt. Stay standing for me. You're right. El Salvador, Ethiopia, France, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Russia, Turkey, Vietnam, Sierra Leone, Vietnam. What country are you from? Who's all Vietnam? What country? Haiti? Okay. Did you call Haiti? I did call Haiti. Okay. So I said, repeat the oath after me. Your Honor, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, state or sovereignty, of whom or which I heretofore been a subject or citizen, that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic, that I bear true faith and allegiance to the same, that I will bear arms on behalf of the United States when required by law, that I will perform non-combatant service in the United States Armed Forces when required by law, that I will perform work of national importance under civilian direction when required by law, and I take this obligation freely without any mental reservation or purposeful evasion. So help me God. Congratulations, you're now a United States citizen. You can be seated now, and I want to turn your وكده خلاص خلصوا حلف اليمين. طلع بقى عمكم بايدن علشان يبارك لهم او يقول لهم معلومات، الله اعلم هو كان بيقول لهم ايه بالظبط. كله قاعد بيستمع للمقطع ده، وبعد كده هنشوف هم هيقوموا كل واحد هيصور بالشهادة بتاعته. الفرحة هتعم في المكان بين بقى مصريين، سوريين، صينيين، في تركيين. بصوا كتير كتير قوي. اكيد انتوا سمعتوا كل دول العالم اللي هم ندهوا لهم. زي ما انتوا شايفين كده جنات وسلوى كانوا قاعدين، وسلوى كانت فرحانه قوي قوي بعد معاناه سنه. ربنا يا رب يكون في عونها. يعجب الناس. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كل واحد بيصور بقى ويفرح، اللي ينزل له حاجه، اللي بعتها لاهله في اي دوله من الدول. بصوا سلوى مستنيه الدور بتاعها علشان تقف وتتصور في المكان زي ما بيتصوروا علشان تبقى ذكرى ليها وكده. بجد اليوم كان جميل جدا. قابلنا ناس مصريين هناك كانوا زي الفل، واحد ومراته احنا قابلناهم هناك في المكان.
بجد ناس كويسة جدا جدا. فرحة زوجها بيها كانت ما تتوصفش. الشخص كان من ومراته كانوا من القاهرة، ناس في قمة الأدب والاحترام. بجد الواحد فرح لفرحتهم. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كتير من كل الدول، كل واحد بقى بيفرح بطريقته وكده. مبروك ليهم وعقبال كل حد نفسه ياخدها، علشان لو حابب ينزل بلده في اي وقت ما يبقاش عليه رقابة، يبقى خايف ان ورقه يخلص او ان يجي المطار ما يرضوش يسفروه كده، يقولوا انت مثلا ليك مدة 6 شهور بس جوه البلد. فكويس ان هي بتبقى خطوة بصراحة. الواحد بيبقى عداها مرحلة وعدت بمعنى اصح من الحاجات اللي الواحد بيحلم او يقدر ان هو يعملها ويخلص منها في المستقبل. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كل واحد بقى بيصور مع اهله، مع اخته، مع مراته، مع عيلته. الفرحة حلوة يا ولاد والله. فرحوا كده نفسكم بأي حاجة في حياتكم. زي ما انتوا شايفين دي كانت النهاية بتاعة الفيديو، ان كل واحد كان بيصور كان بيفرح وكده. دول الناس الجميلة من القاهرة اللي احنا قابلناهم بجد. راجل وزوجته بجد بجد في منتهى الأخلاق. الواحد فرح لهم لاني كنت حاسه ان هو فرحان فعلا مراته من قلبه. ربنا يا رب يسعدهم يا رب. الف الف مبروك ليهم ولسلوى. الف مبروك لكل اللي خدها من الجماعه اللي احنا نعرفهم. كنت بصور جنات وسلوى. جنات كانت عايزه تنام. بصوا زي ما انتوا شايفين كده عماله لا تحكي يا جنات، كانت عايزه تنام كده. خلاص احنا خلصنا، خرجنا بره الاميجريشن، خلاص بقى احنا كده هنروح. اشوفكم في فيديو جديد وجولة جديدة. دعوة حلوة من القلب. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. دمتم بخير. مع السلامة مع السلامة.